تعالوا بينا النهارده هنعمل احلى كيك نايتي. فعلا احنا كنا فاكرينه يا جماعه عشق الطفوله، لكن بجد هو عشق الطفوله وعشق الكبار، بس بجد طعمه حكايه. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي النهارده. معايا هنا 300 جرام من الاسبونج الفانيليا، عليهم 3 بيضات كبار، عليهم معلقه كبيره من محسن الجل، وربع كوبايه ميه. ال 300 جرام دول يا جماعه يعني ربع كيلو، وعليه 50 جرام زياده. بضربهم حلو قوي بالعجان بتاعي او بالمضرب السلك. الكيك النايت ده يا جماعه الطعم بجد فعلا في الاخر هتقولوا فعلا ان طعمه احلى بكتير كتير من بتاع الشارع. وانتوا طبعا شايفين ان بتاعه الشارع بقت غاليه قد ايه بره، وفي نفس الوقت مش الطعم المطلوب ولا النظافه. عملت الاسبونش بتاعي ضربته حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته في صاج 30 في 40، وبكون مبطنه الصاج او حاطه له ورقه زبده، وبسيب المعلقتين دولت علشان اقول لكم هنعمل بيهم ايه. بفرد الاسبونش بتاعي حلو قوي بالاسباتولا، وبكون مسخنه الفرن بتاعتي علشان ادخل الاسبونش بتاعي. هنا المعلقتين هحط عليهم نص معلقه كاكاو خام، بنخلها حلوة عشان ميبقاش فيها اي تكتلات، اللي هي التكتلات يا جماعه اللي هي الكلاكيع الصغيره اللي احنا بنلاقيها في الكاكاو. فطبعا بنخلها علشان تبقى نازله كده صافيه مفيهاش اي حاجه، وبقلبهم حلو قوي مع معلقتين الاسبونش بتوعي. وهجيب كيس حلواني، وبرضه هقول لكم هنعمل ايه. حطيناهم ليه بقى في الكيس الحلواني؟ هقول لك ليه. المعلقتين حطيناهم في كيس الحلواني علشان هنعمل بيها الخطوط اللي بتبقى على كيكة النايتي من بره. طبعا احنا بنشوف عليها خطوط متعرجة كده من بره الكيكة اللي احنا بنلاقيها الجاهزة اللي في المحلات. طبعا بالمعلقتين الاسبونش اللي حطينا عليهم الكاكاو هنعملهم بالطريقة اللي انت هتشوفيها دي. عملنا خطوط طولي كده زي ما انتوا شايفين، عملتيها بقى خطوط طولي خطوط عرضي بأي طريقة، مفيش أي مشكلة زي ما انتوا شايفين كده. حسيت ان الحتة اللي هناك كده ديت واسعة، فبعد بصراحة ما كنت هعمل الخطوط رحت قلت لا هعمل لها خط كمان، علشان الحيز هنا لقيته كبير شوية، فحطت لها كمان خط زي ما انتوا شايفين كده. انت بقى حابة تعمليها عرضي حابة تعمليها طولي مفيش اي مشكلة، كلها واحد. باخد الخط كده رايح جاي بالخله اللي معايا، باي خله بعود كبريت اي حاجه المتواجده عندك زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ما ننساش يا جماعه نكون مسخنين الفرن رايح جاي زي ما انتوا شايفين. طبعا دي الخطوط اللي احنا بنلاقيها على كيكه الفانيليا بتاعتنا اللي احنا بنشوفها في الشارع، بس الطعم طبعا يا جماعه يبقى وهم. هنا طبعا بعد ما طلعت على طول انا لسه مستاش طبعا تبرد شويه. بعد هنا ما طلعت انا بسيبها طبعا تبرد علشان اعرف اشتغل فيها واقطعها، عشان هنشوف هنعمل لسه كمان ايه. بس بجد خطيرة جدا جدا، وهتشوفوا طراوة الاسبونج عاملة ازاي. بطلع الكيكة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بشيل الورقة بتاعت الزبدة علشان ابتدي اشتغل بيها. اسلك كده الورقة يا جماعة بالراحة عشان الاسبونج بتاعي ما يتبهدلش او الكيكة بتاعتي ما تتبهدلش. بحطها كده زي ما انتوا شايفين على اي حاجة مسطحة، وبقلبها على الناحية التانية علشان انا عايزة الناحية اللي فوق. وممكن عادي اهم حاجة ان انا عايزة الوش اللي فوق، الوش اللي فوق ده يبقى هي دي الطبقة اللي فوق، اما الطبقة اللي هتبقى تحت مش مشكلة، حابة تقلبيها على الناحية التانية مفيش مشكلة. باخد السبونج بتاعي كده او الكيكة بقسمها 2، بس اهم حاجة يكون المقاسين قد بعض. معايا هنا بقى جيلو وفراولة، ده اللي هيبقى الحشو اللي في النص. لو عندك مربى مفيش مشكلة، بس بجد جيلو الفراولة يا جماعة مع الكيكة الاسبونش دي مخلياها الطعم الاصلي بجد بجد بتاع المحلات. هتجربي وهتشوفي بنفسك الطعم الاصلي ولا لا، بعيدا عن الكيكة العادية. الكيكة العادية يا جماعة مش هتدي نفس النتيجة المطلوبة. حطيت طبقة الجيلو الفراولة في النص، وهبتدي بقى احط الطبقة التانية بتاعة الكيك بتاعتي، وابتدي اظبطهم كده على بعضهم. حسيت ان الطروف فيها مثلا حته طالعه او مش مظبوطين على بعض، ببتدي اقطعها بالسكينه. المهم ان انا اساوي الاربع طروف بتاعتها بالسكينه العاديه او بالطرنش بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في الجاتو والحاجات دي. يعني مفيش مشكله لو السكينه العاديه حاميه اشتغلي، مفيش اي مشكله لو الطرنش مش متواجد عندك زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بس النتيجة في الاخر بجد بجد هتدوقي بنفسك الطعم حكاية، ولادنا هينبهروا فعلا بطعمتها وجمالها.
نمشي يا جماعة بالظبط على الطريقة والمقادير اللي أنا بنزلها أول طريقة، والشغل اللي بيبقى قدامكم علشان النتيجة تطلع زيها بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده أنا ابتديت أقطعها على قد 3 صوابع. تحطي كده 3 صوابع من ورا وتبتدي تقطعي. حابة تقطعيها أقل قطعيها مفيش مشكلة. طبعا الحجم والحاجات دي بيرجع لك انتي، أقل أصغر برضو براحتك. حابة تقسميها 2 مفيش أي مشكلة. احنا طبعا أغلبية بيحب سادة، وطبعا في ناس بتحبها طبعا بالشوكولاتة. هوريكم هنعمل ايه بالشوكولاتة ازاي، هتبقى بجد طعم خطير جدا برضو. هنا زي ما انتوا شايفين دي النتيجة النهائية للكيكة بتاعتنا النايتي اللي هي من غير تغليف شوكولاتة. بس شايفين يا جماعة لون الكيكة بتاعتنا عامل ازاي، المنظر عامل ازاي، طبقة الفراولة منسقة ازاي مع الطبقين، مع الطبقتين السبونج بتاعنا او الكيكة البيضة. طعمها يا جماعة خرافة وبصراحة تحفة جدا جدا. طبعا بقى للناس اللي بتحب الشوكولاتة، عملنا الشوكولاتة بتاعتنا على حمام مائي سيحناها كده، دي شوكولاتة سادة. وابتديت ان انا احط الكيكايه بتاعتي فيها زي ما انتوا شايفين كده، سندتها على الاسباتولا ابتديت احط عليها الشوكولاته من فوق، منزلتهاش جوه الشوكولاته عشان طبعا دي تتبهدل زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت احطهم على ورق زبده لغايه ما ينشفوا خالص. طبعا لما ينشفوا هنقطع يا جماعة وهتشوفوا المنظر بتاع الكيكاية عامل ازاي من جوه، بجد تحفة. لو اتغلفت يا جماعة وطلع منها شغل اوردرات او طلع منها بيع، لو انت بتتعاملي مع اي حد بتشتغلي اونلاين او اوردرات، بجد بجد لو اتغلفت واتباعت هتتباع فعلا يا جماعة بتمن، لان هي بجد تحفة وطعمها حكاية زي ما انتوا شايفين كده. لما تنشف كمان يا جماعة هتشوفوا طعمها، وتشوفوا لما نقسمها 2 ولادنا هيتبهروا بيها جدا. بس حكاية. طبعا القطعتين اللي احنا سيبناهم دول للناس اللي بتحب الابيض. هنا بقى دي بعد ما خلصت وهي مغلفة شوكولاتة، هنقطع بقى كده نشوف الجمال يا جماعة والطعامة والطراوة بتاعة الكيك بتاعتنا. حكاية تحفة يا جماعة من جوه، شايفين عاملة ازاي، بجد تحفة وطعمها خطير جدا جدا. لما جربتها يا جماعة ودقتها فعلا حسيت ان احنا بننافس المحلات والسوبر ماركت، وحسيت ان احنا الطعم بتاعنا في حتة تانية خالص. بس نمشي زي ما انا بقول لكم بالظبط على نفس الطريقة والمقادير، ولادنا يحبوها جدا واحنا كمان الصبح في الفطار. حكاية بجد تحفة بجد يا جماعة مفيش كلام. شايفين دي البيضة، الكيكة البيضة بتاعتنا، شايفين طبقة الجيلو والفراولة، تحفة يا جماعة بجد تستحق التجربة. مش هسيبي غير لما تقومي وتقولي فعلا انا جربتها وطلعت مني جميلة جدا زي ما انتي عملتيها. عايزة اشوف التطبيقات يا جماعة واشوف الناس اللي شغالة بتعمل ايه بالظبط. اهم حاجة تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات عشان نلاقي كل جديد، وشكرا.